ستنتظر لغاية الجولة القادمة من أجل تحقيق فريقها للفوز الأول في الرابطة المحترفة الأولى في تاريخ الفريق، بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي في هذه الجولة عندما استضاف شبيبة الثورة. كل الظروف كانت رائعة خاصة من جماهير الموب التي كانت في الموعد. شبيبة الثورة دخلت اللقاء بقوة، 6 دقائق كانت كافية للمهاجم حمزوي من فتح باب التسجيل بعدما انفلت وسط الدفاع وخدع الحارس برفان بهذه التسديدة. رد مولودية بجاية كانت تنقصه الفعالية في بعض المرات ونقص التركيز في مرات أخرى، لينتهي الشوط الأول بتفوق الثورة. الشوط الثاني كان كسابقه من طرف أبناء يماغوريا الذين ضيعوا ما لا يضيع في هذه المباراة التي شهدت في بعض فتراتها اللعب الخشن من طرف لاعبي الفريقين، مما اضطر الحكم أعراب من إخراج 8 بطاقات صفراء. آخرها كان في الدقيقة 40 بعدما لمس مدافع الثورة الكرة بيده معلنا ضربة جزاء تولى تنفيذها نمديل معدلا النتيجة، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي. عامل الخبرة كان الفيصل فيه لصالح الثورة على حساب الجوية المطالبون بالانتفاضة سريعا في اللقاءات القادمة.